ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايزه اكلمكم عن الحاجه الوحيده اللي كل الحضارات اجتمعت عليها بالرغم من كل الاختلافات في الحضارات القديمه، وان الناس اصلا ما كانش فيه تواصل بينها وبين بعضها، واختلاف الاوقات اللي عرفنا فيها بوجود الحضارات دي، لكن كلها كان فيها تراث شعبي واساطير. كلهم اجتمعوا على وجود اله ووجود الخير والشر، لكن كمان اجتمعوا على الطوفان. زمان حصل طوفان كبير غطى الأرض كلها، وده مش بس موجود في القرآن الكريم والكتاب المقدس والكتب السماوية، لكن هو كمان موجود في الحضارات القديمة. والنهاردة أنا مش هتكلم عن قصة الطوفان في الدين الإسلامي أو المسيحية عشان المفروض إن إحنا عارفينها. أنا عايز أحكي لكم عن الحضارات القديمة قالت الحدوتة دي إزاي، فيلا أحكي لكم الناس دي حكت إيه. أول حاجة هي الحضارة السومرية. في الحضارة السومرية الأسطورة بتقول إن الآلهة قرروا إن هم يغرقوا الأرض ويخلصوا على البشر كلهم، لكن مش كل الآلهة كانوا متفقين على القرار ده، كان في حبة موافق وحبة لأ. وقتها الإله أنكي قال للملك الطيب زيوسودرا على الموضوع ده، وقال له إن هو يبني سفينة ضخمة يحط فيها كل حاجة هيحتاجها عشان الطوفان، وقال له كمان يحط هو وأهله ومن كل حيوان زوجين. الطوفان نزل لمدة 6 أيام و6 ليالي، والطوفان غرق الأرض كلها. ولما الدنيا هديت والمية خلصت، السفينة رست على سفح جبل، وهناك قدم زيوسودرا قرابين كتير للآلهة. بعدها الآلهة اتبسطوا من زيوسودرا وقرروا إن هم ينقلوه يعيش في الجنة معاهم. في الأسطورة دي في الحقيقة احنا مش عارفين ليه الآلهة غضبوا على البشر وقرروا إن هم يموتوهم، لأن النص نفسه مش جاي كامل. يلا نشوف اللي بعده بيقول. أما بقى في الحضارة البابلية وفي ملحمة جلجامش ده كان تلته إله وتلتينه بشر، وكان عايش بقى حياته مبسوط وبتاع وعمال يستعرض قواه الخارقة على الناس. وبيقابل واحد صاحبه اسمه أنكيدو، بيبقوا عايشين مع بعض كده مبسوطين ويعملوا مغامرات. بعدين أنكيدو ده بيموت، وقتها جلجامش بيتصدم وبيقرر إن هو يدور على سر الخلود، هو مش عايز يموت. بعد ما جلجامش بيسيب مملكته وبيسيب كل حاجة وراه، بيوصل لأوتنباشتن، وده البني آدم الوحيد اللي الآلهة ادته الخلود. طبعا هو بيمر مغامرات كتير في النص، بس جلجامش بيسأل أوتنباشتن عن سر الخلود. هو بيقول له عن قصة الطوفان العظيم اللي حصل. حكى له إن الآلهة قررت تخلص من البشر لأن هم زهقوا منهم، البشر كتروا وصوتهم بقى عالي وبقوا مضايقين الآلهة ومش عارفين يناموا. لكن الإله أنديل بيسرب المعلومات دي لأوتنباشتن عشان خاطر يلحق نفسه ويعمل سفينة وينجي بيها هو والكائنات وكده. الطوفان استمر 7 أيام. بعد ال7 أيام لما الدنيا هديت، أوتنباشتن نزل من السفينة وعمل قرابين للآلهة وكل الكلام ده. فوقتها الآلهة اتبسطوا منه قوي وقرروا ان هم يدوله الخلود وخلوه ان هو يعيش معهم في الجنة. جلجامش فهم من القصة دي ان الخلود مش حاجة سهلة ومفيش اي بشر هيناله اصلا، فرجع للمدينة بتاعته مستوعب ان هو انسان وان ده اخره ودي قدراته وان الحياة فانية. وده طبعا اختصار مخل جدا لملحمة جلجامش. مش بس كده، يعني في الهند والصين وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية كان عندهم تقريبا نفس الاسطورة، ان الآلهة غضبت على البشر وقررت ان هم يموتوهم، لكن قرروا ان هم ينقذوا 2 راجل وست عشان خاطر يبدأوا نسل جديد من اول وجديد. اما في افريقيا فبيقولوا ان في ماعز حذرت بنت من الطوفان عشان تخلي بالها هي واهلها. اما في الاسكيمو وفي عز التلج في حكاية ان في طوفان غطى الارض كلها، ووقتها نيجي راجلين وفي واحد فيهم عملوا بقى طقوس دينية سحرية وكده عشان خاطر يتحول لواحدة ست ويبدأوا الحياة من اول وجديد. لكن تظل الأسطورة الأكثر تفصيلاً وتشويقاً هي بالتأكيد الأسطورة اليونانية. هحكي لكم عن البطل ديوكاليان. قبل عصر ديوكاليان عاش الإنسان الأول حياة هادية أوي، حياة تحفة، ولا عارف الشغل والتعب ولا عارف أي حاجة غير إن هو بيتبسط وبياكل وبيشرب، وما كانش في شر بين الناس، بيعبد الآلهة وبيتجوز. بعدين عدد البشر زاد، الناس كترت، بقى في خير وشر، بقى في ناس عندها كتير وناس ما عندهاش خالص. حصلت بقى نزاعات بين البشر والدنيا اتوترت ما بينهم وبقى في جرايم. وقتها زيوس المفروض ان هو كبير الآلهة قرر ان هو يخلص من الجنس البشري كله، لان هو زهق منهم من كتر ما بيحاول يعلمهم وهم ما فيش. فعمل قاعدة كده مع بقية الآلهة على جبل الأوليمبوس واتفقوا على الطوفان. الرياح ابتدت تيجي من كل مكان والعواصف بقت في كل حتة والدنيا ابتدت تمطر، بس تمطر قوي، تسونامي بقى وبرق ورعد والدنيا خربت. ما بقاش فيه شبر واحد ما فيهوش ميه ومفيش قمة جبل ما وصلهاش ميه. هنا بقى الناس صحيوا من النوم، الميه حصرتهم من كل اتجاه، ما بقاش في بيوت ولا قصور ولا معابد، والبشر الله يرحمه. في الوقت ده زيوس كان عمال يتفرج عليهم ومبسوط قوي ومتكيف وعمال يضحك، لحد ما شاف حاجة غريبة عايمة على وش الميه، صندوق خشب عمال يتحرك.
فضل مركز معاه لحد ما عرف اللي جواه، ديوكاليون ومراته بورا. وقتها زيوس امر الطوفان ان هو يهدى والعواصف تخلص، لانه كان هيموت ويعرف هو ازاي يتنبأ بالطوفان، وعمل حسابه كده. وفعلا نزل له وسأله، وما استغربش لما سمع الإجابة، لأن ديوكاليون هو ابن بروميثيوس اللي سرق شعلة النار من الآلهة للبشر. بروميثيوس كان عنده قدرة على التنبؤ، حتى اسمه باليوناني معناه اللي بيعرف الغيب، بروميثيوس، لكن المفروض ان هو متعاقب ويعني مسجون بقى وفي حتة بعيدة وكده. فديوكاليون حكى له ان بروميثيوس لما سمع وتنبأ بمصير البشر والآلهة وموضوع الطوفان، امر ان هو يقابل ديوكاليون بسرعه، وقال له ان هو يعمل الصندوق الخشبي ويحط فيه كل حاجه هيحتاجها، اكل وشرب وبتاع، ويروح فيه هو ومراته. وبالفعل ديوكاليون ابتدى ان هو يعمل الصندوق ده بعد النبوءه دي، والناس كانت بتتريق عليه وكانت بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، وحتى مراته شكت فيه لان هو ما رضيش يقول لاي حد على السر اللي باباه قال له عليه. واول ما انتهى من صنع الصندوق قعد فيه هو ومراته واستنوا الطوفان، وابتدى الطوفان والناس غرقت، لكن الصندوق ده طفى فوق الميه. وزيوس ما كانش قصده ان هو ينقذ ديوكاليون بالحركه اللي هو عملها دي، لكن الصندوق طفى وراح في الاخر على سفح جبل. ديوكاليون ومراته قعدوا يتمشوا لحد ما وصلوا لمعبد دلفي. المفروض ان المعبد ده اللي كانوا بيلاقوا فيه النبوءات والكلام ده كله. قعدوا بقى يدعوا ويتضرعوا، فزيوس اعجب بيهم جدا وقرر ان هو يستفتح بيهم ويبدا بيهم الناس الجديده، البشر الجداد، ونبدا من اول ونضيف على ديوكاليون ومراته الناس المتعبده الورعه دي. زيوس رد على ديوكاليون وقال له ان انتوا لازم ترموا عظام امكم من على ظهركم وانتوا ماشيين. فهم استغربوا لان امهم مش نفس الام. قعدوا بقى يفكروا كده، وبعدين توصلوا ان هو يقصد الارض هي امهم والعظم هي الاحجار. فابتدوا ان هم يشيلوا الاحجار ويرموها من على ظهرهم. فديوكاليون كان لما بيرمي حجر بيطلع راجل، وبورا لما بترمي حجر من على ظهرها بيطلع ست. فاكوردنج للاسطوره دي، هي دي الطريقه اللي الارض اتعمرت بيها من جديد، وجي النسل الجديد ده وديوكاليون وبورا هم اللي علموهم، وطلعوا ناس بقى طيبه وبتاع وما يعرفوش الشر من اوله. دي كانت قصه ديوكاليون. كل الحضارات عندها اسطورتها الخاصه بالطوفان، لان دي الحاجه الوحيده اللي كل الناس اجتمعوا عليها، وكل حكايه بتعكس ثقافه الناس في الوقت ده. ودي حاجه بتورينا ان الناس ازاي كانوا بيحاولوا يفسروا الكوارث الطبيعيه ويلاقوا معنى لكل حاجه بتحصل في حياتهم. وبس كده، اتمنى اكون ضفت لكم حاجه واشوفكم على خير.